رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحان مرينا درسي تضبات كتابك 100 الحديث للحفظ مما ورد في الصحيحين. وحان مرينا حديثك لحظة كوات فضل الآذان والصف الأول. فضل الآذان آذان كفضل وليه يو الصف الأول صف كوات صلاة فضل إليهن آله الله. عن أبي هريرة وحلوري رضي الله عنه إلى أجل الغضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وبيري لو يعلم الناس ذاتك ديوغان لهايين ما في النداء وحكو جرى أدنك يوصف الأول صف الكوات ثم لم يجدوا كد من عيهين إلا أن يستهموا إن أترت ما هنين لا استهموا وأترت من لهايين متفق عليه يا وريه. حديث كان وحكى الله يا آذانك يصف الكوات فضل إليهن. آذانك هراء سؤال لي وحان سوى الشيء أفضل الناس يوم القيامة المؤذنون إنه يرنصاهم dadka waxa ugu dhaadheer maalinta qiyaamo dadka adimay safka kooban saas oo kale safka ugu ajar badan waa safka masaajidka safka ugu soo horeeyo iyo adinka wax ku jira haday ogaan lahayn dadka kadibna ay heleen ilaa in ay u tartamaan ma ahane oo u tartamaan lahaayeen law ya'lamu an-naasu dadka haday ogaan lahayn ma fi nidaa adinka wax ku jira iyo safka lawal safka kooban thumma lam yajidu kadibna ay heleen ilaa ay istahamu in ay u tartamaan ma ahane la istahamu oo u tartamaan lahaayeen tafaqun alayhi jawri. حديث كلحن اللوات فضل صلاة النوافل. فضل صلاة النافل سننتا فضل إليهين صلاة سننتا فضل إليهين. عن أم المؤمنين وحلوري أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أهد رضي الله عنها إلى أكرم قالت حيتري سمعت عن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أيان مغلي يقول أسيو له ما من عبد أدون مجرو مسلم يصلي لله إله أتكني تعالى سري كل يوم معلوم والبا 12 ركعة طبعا إلا ركعة تضوعا أو سنة غير الفريضة واجب نهين إلا هدوجر بنا الله إله ورسا يا له قفكاس بيتا قري في الجنة جنة يا له رسا أو أما إلا بني له على رسا له قفكاس بيت قري أو في الجنة جنة كجر يا له كده يا له رسا رواه مسلم أولي. طبعا لما ركع مركع وسننتا مؤكداتك وحلو يغانا سنن مؤكداتك صلاة الصبح لما ركع كهريس لابو ظهركي أفر ركع كوريس لابي لابو وانو أفر ركع كوريس يلا ركع دمبيس ميارس بيستا أفر لو داري أفر كله سديرة سنكوهيستا عصر واحد من اللي تكونه عشاء يوم مغرب والله ولا ما كدم بيس سديت أفر قدر وتغني اللب سواس أيا أرجع حديثك ما من عبد أدون مجر مسلم يصلي لله إلى يوم تكونه تعالى سري كل يوم معلوم 12 ركعة تغني اللب ركعة تغني اللب هتسوي شيء نيوه تضوعا وصنعة غير الفريضة واجب نهين إلا هدوجر بنا الله إلى ورسا له قفقاسي بيتا قري في الجنة جنة ورسا أو إلا أن بني له على ورسا له بيت قري في الجنة جنة وجر على ورسا رواه مسلم. حديث قلت الإسدحات فضل الصلاة النوافل في البيوت سنة فضل إليه ولو تكنايو قريها لو تكنا فضل إليه نعلو الله. عن زيد بن ثابت حلوري رضي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال به صلوا تكذا أيها الناس دعوا كنت كذا في بيوتكم قرينا كنت كذا فإن أفضل الصلاة صلاتها أوفضل بدل صلاة المرء أو صلاة ديس أو في بيت قريت كنت كنا يا أوفضل بدل إلا المكتوبة واجب ما كان يصير هيو متفق عليه ولي واجب واحد يعني إن مساجد الجيش هذا بركتها هي لكن دمرك وها أو بنان إن كنت كذا قريها يا أوفر بدل دمرك ركوا عليك بقى شن صلاة واجب كائن كنت كذا
masaajidada sunnada masaajid waa ku tukan kara laakiin waxaa ka fadli badan masaajidka in lagu tukado guryaha ayaa ka fadli badan leanna nabi sal slam wuxuu yidhi salluu ku tukada ayuha nnaasu dadow fii buyuutikum guryihin ku tukada fa ina afdal salaati salaad waxaa ugu fadli badan salaatu lmari qofka salaadiisu fii beyti gurigiis ku tukan ayaa ugu fadli badan ilaa maktuba marka waajib usoo reebo sunnada marka waxaa ugu fadli badan guryaha ayaa ugu fadli badan muttafaqun caleyh ayaa weriye xadiiska 64 fadli yowm aljimca maalinta jimcada fadliga ay leedahay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ilaa kala noqdo qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilah wuxuu yidhi khayru yowmin maalin waxaa u khayr badan dalacat calayhi shamsu qoraxda ay soo baxdo fiihi maalin qorax ay soo baxdo waxaa u khayr badan yowmu ljimca maalin jimcada ayaa u khayr badan sababtoo ah fiihi khuliqa aadam waa maalintii ilaa waray nabi aadam wa fiihi udkhala janna waa maalintii jannada la geliyey wa fiihi ukhrija minha waa maalintii jannada laga soo saaray rawaa muslim ayaa wariyey fadlu yowm aljimca maalinta jimcada fadli ay leedahay waa maalinta ugu dambeyso ee isbuuca waa maalinta ciidda ay leeyihiin muslimiinta isbuucaas dhan ciiddooda waa maalinta jimcaha can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ilaa kala noqdo qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay slam rasuulka ilah wuxuu yidhi khayru yowmin waa maalinta jimcaha khayru yowmin maalinta u khayr badan dalacat calayhi shamtu qoraxda ay soo baxdo maalin qorax ay soo baxdo waxaa ugu khayr badan yowmu ljimca maalin jimcaha khayru yowmin maalin waxaa ugu khayr badan dalacad ay soo baxdo calayhi shamtu qoraxda ay soo baxdo yowmu ljimca maalin jimca ayaa ugu khayr badan fiihi khuliqa aadam waa markii la abuuray nabi aadam wa fiihi udkhala janna waa markii la geliyay nabi aadam jannada wa fiihi ukhrija minha waa markii laga soo saaray jannada maalin jimca ayaa jannada la geliyey maalin jimca ayaa la abuuray maalin jimca ayaa jannada laga soo saaray aadam rawaa muslim ayaa wariyey xadiiska 65 wujuubu ghusl ljimca cala albaaliq waxaa waajib ah ghusl ljimca maalin jimca in la qabaysto cala albaaliqi qofka qaangaarka ah inuu qabaysto ayaa waajib ku tahay can abi saciid waxaa laga wariyay alkhudari radi allahu canhu ilaa kala noqday ana rasuulu llahi sal lla ly slam qaala wuxuu yidhi ghuslu yowm aljimca maalinta jimcaha qabayskeedu waajib waa waajib calaa kulli muxtalim qof kastoo qaangaar ah ayuu waajib ku yahay muttafaqun caleyh yaa wariyey xadiiskan wuxuu caddeynayaa maalinta jimcada in qabayskeed waajib yahay laakiin waa isku haystaa qabayskan dad waxay leeyihiin sunno dad waxay leeyihiin horta sunna mu'akada iyo waajib la isku haystaa waxaana xoog badan oona fiican qabayska inaad qabaysata ayaa fiican maxaa yeelay maalin markii meesha aa fadhido waa shiiraysaa dad badana u tagaysa waa ku dhibsanayaan ilaahayna waxaa fiican inaad isku carfiso oo isku qurxisid dadka noogu jeclaan ilahay noogu jeclaan marka ghuslu yowm aljimca maalinta jimcada qabayskeedu waajib waa waajib calaa kulli muxtalin qof kastoo qaangaar ayuu waajib ku yahay muttafaqun caleyh weliye fadlu siyaam almuxaram bisha muxaram soonkeeda iyo wa qiyaami leyli iyo habeenka salaada fadli ay leeyihiin muxaram waa bisha koowaad ee hijriyada waay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ilaa kala noqday qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilah wuxuu yidhi afdalu siyaam soon waxaa ugu fadli badan bacda ramadaan markaa laga soo tago ramadaan shahrullahi almuxaram bisha muxaram ayaa ugu fadli badan wa afdalu salaati salaad waxaa ugu fadli badan bacda alfariida waajibka markaa laga soo tago salaatu leyli habeenkii salaata la tukanayo habeenkii salaada la tukanayo ayaa ugu fadli badan rawasma ayaa wariyey xadiiskan waxaa noo caddeynayaa soon markaa ramadaan laga soo reebo waxaa u fadli badan bisha muxaram aana ah bisha koowaad ee islaamka hijriyada wa afdalu salaati salaad waxaa ugu fiican bacda alfariida waajibka kadib salaatu leyl ayaa ugu fiican rawaa muslim ayaa wariyey ayaa ugu fadli badan lianna nabi sal slam qaala wuxuu yidhi salluu bileyli wannaasu niyaamu tadkhulu ljannata bisalaam salluu bileyli habeenka tukuda wannaasu niyaamu dadku ay hurdayaan tukuda tadkhulu ljannata bisalaam jannada aad gelaysaan nabadgelyo idinka qaba ayaa jannada gelaysaan qofkii rabo inuu qofka kale ka hormaro salaatuleyl ha tukudo tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic waxay ka fogeeyeen dhinacyadooda waxay ka fogeeyeen jiifka ayaa ka fogeeyeen dadka ilaah amaanay ayaa ku jirta dadka salaatuleyl tukanaya afdalu siyaam soon waxaa u fadli badan bacda ramadaan kadib shahrullahi almuxaram bisha muxaram ayaa u fadli badan wa afdalu salaad waxaa ugu fadli badan bacda alfariida waajibka kadib waxaa ugu fadli badan salaatu leyli ayaa ugu fadli badan
salaata tukanaya habeenkii safar dhexe raabis maawi fadlu ducaa bil-layl xadiiska 67 fadlu ducaa ducada in la duceysto bil-layl habeenkii fadliga ay leedahay ayaa xadiiskan hada mabxathuhu wa mabxathuhu عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه جابر إله أكرم قال سمعت عن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك إله يا مغلي يقول أزيو لهي إن في الليل هبين وحقود عجرت لساعة ساعة يقول جرت لا يوفقها عن وافقين عن هلالين رجل قف مسلم يسأل الله إله ويتسنى تعالى سرين خير ويتسنى من أمر الدنيا تعرفين كمدة أم والآخرة آخر كمدة إلا هدوجر أعضاه إياه إلى واسين أرنتاس وذلك كل ليلة هبين والقوائي رواه سلوي حديث كما في التلمام يا إن يكون حجرته هبينكي ساعد وإلهي أقبلها دعاء حيلي إلهي وفي إيمانا يا سماء الدنيا لنا إيمانا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إلهي سوديها بما الباء سماء الدنيا إلهي سوديها سمضان نوجد إلهي مانا كده من حريدنا يا واحد ويتسنى وانسينا يا الدمراف ويتسنى والدمراف يوليها إلهي سبحانه وتعالى حلي مركا هبينكي ستح نوقع بيو قيبت الدنباء أي إيمانا مركا إن في الليل هبينك وحقول حجرته ساعات يقول حجرته لا يوافقه عن وافقه إن الرجل وقف مسلم يسأل الله تعالى لا ويتسنى خير ويتسنى ومن أمر الدنيا أرنت الدنيا كمدة لا يوافقه عن وافقه إن الرجل وقف مسلم يسأل الله تعالى لا ويتسنى خير ومن أمر الدنيا أرنت كمدة إلا هتجرن أعضاء إياه إلى واسينا وذلك أرنكاس كل ليلة مهوين والبراء اسمه حديث قال إحدى السجدات فضل ليلة القدر فضل هذا يوبا بهي أنا أبي هريرة على ولي رضي الله عنه أكرم نقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من قام ليلة القدر قفكي يستاوي ليلة القدر قفكي يستاوي إيمانا أسوه خميسا واحتسابا أسوق أجر حساب سنة غفر له إله وعرافيا ما تقدم من ذنبه أسوه المرصدي متفق عليه ولي حديث كان لنا مسجد نوة المامية ليلة القدر فضل وليه أبي هريرة وحلوري رضي الله عنه ذاكر النقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من قام ليلة القدر وفق يستوي هبينك ليلة القدر وهبينك طبنات هبينك ليلة القدر صلاة بشهر رمضان قابت طبانك وقدم بيو أهنك تروينك إصدافك أي مجرى مركا قفكي هلالو من قام ليلة القدر قفكي هلالو أو إستاغو ليلة القدر قفكي إستاغو تقودو إيمان أسيقه ميسن إلهي أو احتساب هذا الأجر حساب سنة استدس أن أتقنين غفر له إلهي وأورافا ما تقدم من ذنبه أسيقه من الصديق ودن والأورافا متفق عليه يا وليه حديث كتضوات السيارات استحباب السواك وحا لجعليسي وحا لجعليها السواك عذيقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وجعليها عذيقا أفكر مظاهرنا أبي هريرة وحلقوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لولا أن أشق على أمتي تدعو لهين أو على الناس تدعو لهين لأمرتم عن أمر لها بالسواك عذيقا يا أمر لها مع كل صلاة والبمع هذا متفق عليه يا ولي حديث كان موس أدينيا إن لا عليستو عليه وحن مهم أيتها ضروري أيتها لما أرمان أيتها هردده كذب سند الصلاة يحلق أفكار وبصلي واحد عنده أساسير أما بركة بدر عنده كذب إن عليستو أي مهمة استحباب السواك وحلق السنة إن لا عليستو أبي هريرة وحلقوني رضي الله عنه لكن المغضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لولا أن أشق على أمتي تدان نبي لهين أو على الناس تدان نبي لهين لأمرتم عن أمر لها بالسباك علي إن عديستان يا أمر لها مع كل صلاة والبه إن عديستان يا أمر لها متفق عليه يا ولي حديث كتضباتنا خسال الفطرة خسلها سننت وليه وحيالها سننتها وحكمتها يا لو الشيء حديث كان أنا يريد حلقوري رضي الله عنه لكن المغضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الفطرة سننت 5 شن أياكمدها أو 5 من الفطرة شن سننت أياكمدهين الختان قدنينك يولس الختان قدنينك يول استحداد شونك أو اسكحيرو
وتقليم الأظفار عديها أو لسكجره ونطف الإبد كالكيش أو لجفه وقص الشارب شاربها والقابيه متفق عليه وليه حديث كان مهمة عدينا يا سنان تسان كم دايما الشيء يا كو الختان قدنين جايالها كو اللي تقول رجل دمر اللي قدالها لكن قدنين كفرعوني جايال جيدا أو دمر كفرعوني اللي قدالها سني الغلا قبل إلا فرح ميل مرة والاستحداد إن شونك الاسكحر الرابع بارت حوص إن الاسكحر الرابع وتغليم الأظفار عديها إن تسكجر تلقاها عيالي عديها وسق ضايق وقلاها جربس يا بيسكو كوقلنا إسلام كان وحكود ذلك يا نظافة عفمات كذا يكود ذلك والاستحداد وتغليم الأظفار عديها أو الاسكجر ونطف الإبد كالكشة أو الاسكجر فوق كالكشة أو الاسكجر اسكستي وقص الشارب شاربها أو رقابيه متفق عليه يا وليدي هكذا وجوجينا درسي لمانتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.